اجرب عبد الله ذيك اللي عند اخوالك لما انا عندهم هذا ورحت يجي قصص بعلمك بها. أنا تذكرت، أنا أولا كنت في المتوسط الثاني متوسط، والدي غفر الله له معنا ذاك الوقت، وما كان يشجع طبعا العرضة وكذا، فأنا العرضة تسميها عندنا في الجنوب مثل ما الملعبة أو الزامل أو كذا، يعني باختلاف المناطق، لكن عندنا العرضة. فوفد لنا قبيلة ومنهم الشعراء، معهم الشعراء المشهورين شعراء بالقرن آل عزيز يعني منهم. فجيت أنا وأنا ذاك الوقت ثاني متوسط، فوقفت قبل، لأني أعرف يعني بأبيات وقصائد، لأن حنا يعني نعتبر أهل المحل وهم ضيوف. قلت يلا هنا طلبنا وجه ربي، كل هم صعيب يفرجه بشيلتنا الجنوب. قلت وبعدين بيرد، قلت يلا هنا طلبنا وجه ربي، كل هم صعيب يفرجه. انا صوتي جميل لكن تعرف مع السحور يعمل يعني بعد تراويح، يعني قصدي مع التراويح، ولا اقول ما شاء الله، ولا انا ما ظننت ان صوتي جميل تصدق كذا، حتى قالوا الاخوان يلا إنا طلبنا وجه ربي، كل هم صعيب يفرجه. والثانية حي منصوبكم والدقل ثاره والشعائر والمتفرجة. العزيز أحدهم شاعر والثاني بن حريج معه. قال الأول بيسلمونهم بيردون علي أنا أني رحب، قال يا سلاما على مرسى الحضارة، في بلدهم وجدنا التفرجة. قال الثاني حنا بالقرن نهزم كل غارة، والعدو في لقانا نحرقه. من الوقفات وأنا صغير أحب العرضة هذه بشكل عجيب. فأتى توفي واحد من جماعتنا، ولما دفنوه غفر الله له رجعوا، تعرف يحطون صدقة يسمونها حفارة، ذبايح ويعشون الجماعة ومحزنين ويبكون. أنا ما أدري وش السالفة، اجتمعوا. فأخذت أولاد القرية كلهم ودخلت في حوشم عراض طرب، يعني والله إني ما زودت عليكم. وأنا في أولهم سلامي يا أخواني يا درع جنبي، ما يستوى المحزم إلا بجنبي. فوجئوا الناس ويلاني علشان أشد حيلي عشان يشكروني على جهدي، وأقفز قدامهم وأحمل وهم شباب يعني أطفال مثلي. قريب الميت يشب عند القدور هناك عند الحفارة، يشب، قال تعال نفداك جزاك الله خير، تعال ترى يبغى يتمكن مني، لأنه هو عزا وبكى. اقتربت منه قلت بيسكرني، فأعطني كف. سمعت موازين الشميسي والله ما انسى. كف دار راسي وبغيت ادوخ، ما ادري فين. قال اسحب اقلب وجهك، هذا عرضه ولا عزا؟ وطبيت عند الوالده ويلاني مصفوق على راسي. قلت يا أمه كيف رحت أعرض وشوفي السوام؟ قالت كعزا وجنازة. وهذه فهذه حصلت ولا أنساها، هذه من الطفولة. في قصة تداولها الواتساب يعني